من أجهزة الدولة المصرية من إطلاق النار اللي موجود هناك من أجل محاصرة مصر من جهة الجنوب، ولا اللي عملوه في ليبيا واحتجزوا القوات المصرية علشان الكلاب اللي عمالة تنشر في الصور والفيديوهات. مفروض التنسيقات دي كانوا متفقين عليها مصر والسودان بحدوث هجوم من القوات لإجراءات مشتركة، هما القوات الدعم السريع والجيش السوداني. الرد المصري على الغدر بالقوات المصرية اللي موجودة في السودان. أرجوكم ننشر الفيديو ده في كل مكان. باختصار شديد، الموضوع إن الدولة المصرية كانت متفقة مع الجيش السوداني على إرسال قوات مصرية للتدريب في مؤسسة المرو العسكرية في السودان، وده طبعا لإجراءات مشتركة، وحصل أكتر من مرة قبل كده. فتم إرسال قوات مصرية بالفعل إلى المؤسسة العسكرية في السودان، والمسؤول عن تأمين المؤسسة دي هو الجيش السوداني. فوجئنا بحدوث هجوم من القوات الدعم السريع على الجيش السوداني، والمسؤول عن مؤسسة المرو العسكرية هو الجيش السوداني. فسيطروا قوات الدعم السريع على مؤسسة المرو العسكرية واحتجزوا القوات المصرية اللي كانت موجودة هناك في التدريب، وما كانش ليهم أي علاقة تماما بموضوع الخلاف اللي بينهم وبين بعض. هما القوات الدعم السريع والجيش السوداني، وقوات مصر اللي موجودة هناك للتدريب ما كانوش مستعدين أصلا لأي اشتباك أو حرب هناك. وبعدين دول السودان إخواتنا ومفيش بيننا وبين بعض أي خلاف، لكن الموضوع هنوضحه في الفيديو ده. ليه حصل كده؟ لينا نكمل اللي حصل في القوات المصرية اللي موجودة هناك. فورا حصل اتصال سريع من أجهزة الدولة المصرية من أطرافنا اللي موجودة هناك في السودان، وفورا تم تحرير المحتجزين من القوات المصرية، وكمان دلوقتي هم بخير وأمان. ولسه المتحدث العسكري الرسمي للقوات المصرية منزل بيان رسمي من فترة قصيرة جدا بيقول فيه إنهم وضع أمان وبخير. ولأن طبعا القوات المصرية اللي موجودة في السودان هم اتغدر بيهم، وهم ملهمش أي علاقة تماما بالاشتباك اللي حصل ده خالص، ولا كانوا رايحين بهدف الحرب أصلا، لأن طبعا عددهم محدود جدا، مش معاهم ذخاير ولا رايحين يحاربوا. دي قوات رايحة تدريب. مفروض التنسيقات دي كانوا متفقين عليها مصر والسودان، ده للتوضيح. والناس اللي بتقول لما انتوا عارفين ان السودان فيها مشاكل رحتوا ليه؟ دي قوات تدريبية رايحة من جهات رسمية من المؤسسة العسكرية اللي في السودان. طبعا الدولة المصرية فورا اتحركت برد فعل سريع وبقوة، لمين يجرؤ يعمل كده في الجيش المصري، وخصوصا انهم عارفين قوة مصر وقوة الجيش المصري، ولا اللي عملوه في ليبيا قبل كده. الرد بيأتي طبعا كالزلزال، وعايزة اقول ان اللي حصل ده ما يقللش خالص من الجيش المصري اطلاقا. اللي حصل ده غدر بقوات لسه في مرحلة التدريب، في مرحلة التدريب الاول، يعني مش قوات حرب ولا كانوا رايحين يحاربوا. ما كانش حد يجرؤ يمس شعرة من راسهم. بغض النظر بقى عن ذلك، الموضوع بقى وهدفه ان بعض الاطراف الدولية بيدعموا بعض الاطراف في دولة السودان من اجل محاصرة مصر من جهة الجنوب. انتوا متخيلين؟ يعني هدفهم كان مصر، يعني كان الهدف الاول والاخير هو مصر، عشان يورطوا مصر في بعض الاحداث والمشاكل الاهلية اللي موجودة هناك في السودان. ولكن احنا كمصريين نتمنى الخير والسلام والمحبة لإخواتنا في السودان، لأنهم شعب طيب مبني على المحبة، وبالفعل هم إخواتنا، وبنتمنى ليهم كل خير، وبندعي كلنا إنهم يوقفوا إطلاق النار اللي موجود هناك. ولكن للتدقيق،
إن الدولة المصرية قادرة تماما ومستعدة في أي دقيقة تحمي أمنها القومي المصري في أي مكان، أي هدف استراتيجي، وهي قادرة على الرد الحاسم والله في منت، والله في منت. أنا أطمنكم إن الجيش التدريبي المصري اللي في السودان في وضع حماية آمن، ومحدش يجرؤ بالفعل يأذيهم، وأي تحرك في المؤسسة بيتم التبليغ عنه للجيش المصري من رجالنا اللي موجودين هناك. والمتحدث الرسمي كمان نزل بيان، ولسه في بيانات تانية كتير بتخص الموضوع ده إن شاء الله هنزل لكم أول بأول، وهتابع مع حضراتكم أكيد. وفي خلال الساعات اللي جاية إن شاء الله هيتم سحب القوات المصرية اللي موجودة في السودان، وهم بخير وسلام، علشان الكلاب اللي عمالة تنشر في الصور والفيديوهات اللي منتشرة حاليا لأولادنا وللجيش المصري دول هدفهم استفزازنا كمصريين. فلازم تبقى عارف الهدف منهم ايه، وعشان نفهم الرد دي قوات تدريبية. كون انهم اتغدر بيهم من صراع داخلي في دولة السودان، فده ما يعنيش ابدا انهم مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. هم قادرين يدافعوا عن نفسهم، وكمان هم عدد بسيط جدا على فكرة، يعني مش مجموعات او كتايب كبيرة وزي ما شفتوا انهم عدد بسيط. وعلى فكرة كان في وسطهم جيش سوداني من المؤسسة اللي احتجزوها. وللعلم المصريين دول اللي لسه رايحين هم اصلا وضع استرخاء، يعني كانوا لسه هيبدأوا التدريب، لسه رايحين، فتم الهجوم على القاعدة كاملة من الدعم السريع، فاحتجزوا القوات المصرية وسطهم، ولكن كان هدفهم الجيش المصري اللي هناك، ونشروا الفيديوهات دي ليهم. ولكن حاليا هم بخير، ونتمنى السلام، هنقول تاني، ونتمنى السلام لاخواتنا في السودان. ورسالة لكل اللي بيتمنى لينا الشر وعملوا كده لاستفزازنا، مصر قادرة للتدخل في حماية أمنها القومي، وبرضو ردهم هيزعلوكم، صدقوني هيزعلوكم. دي مصر. وزي ما قلت قبل كده بقى في قصيدتي الشهيرة اللي هي اسمها تحيا مصر، تحيا مصر، يحيا الجيش اللي بيحميها، يحيا رجال بتعمر فيها، يحيا الشعب وتحيا الشرطة، واللي عايش يخلص ليها، ومخليها وردة وعايشة وبإخلاص دايما يرويها. مية نيلها، الناس اللي بتقول يا ولاد النيل يا كلاب بالفيديو، مية نيلها بتغنلها، ولا في العالم زي جمالها، رب الكون دايما يحميها. مصر الأمنة أيوة بلدنا، واحنا فداء لتراب أراضيها. حرة يا مصر جبينك فوق، كل العالم عينه عليها، وتاريخ أناقتها وضحكتها، وهرمها الظاهر عظمتها، والطفل الشاهد فرحتها، والأمل الباين في عينيها. كل الشعب المصري أصيل ضد الفكر اللي بيأذيها. تسلم يا جيشنا ياللي رايتك في السما، رب المشارق ده راعينا كلنا لأجل ما يجي يوم ونحقق حلمنا. شكرا يا ريس ياللي شايل همنا، قدرك تفكر لسلامة أمننا. شكرا رئيسنا وحبيبنا كلنا، واللي ضحى لأجل مصر في الزمن ده وكل عصر، واللي قال حبك عبادة ودم جسر لكل نصر، واللي قال قد التحدي، واللي قال محنة وتعدي، واللي جاب بر الأمان، واللي واجه بامتنان، واللي رجع اللي كان، داس على كل اللي خان، الوصولي والجبان. والنهاية تحيا مصر في الزمن ده وكل عصر، تحيا مصر. وهتابع معاكم الأخبار أول بأول، وأتمنى إن احنا ننشر الفيديو ده بهدف التوعية، إن الفيديوهات اللي اتنشرت دي هدفها بس إنهم يستفزونا كمصريين، لكن
هنشوف بعض الاحداث ان شاء الله، اللي هتصدر. وانتم طيبين واشوفكم على خير. باي باي.